السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة بلقياكم، نتمنى دائما أنكم تكونوا بخير وعلى خير. والوصفة ديال اليوم إن شاء الله دائما تحت طلب الأخوات، قلتي ولا الحويجات اللي ممكن ينفعوكم لوليداتكم في المدرسة. غادي نحضروا اليوم واحد الخبيزات حلوين وكذلك مالحين بنفس العجين. غنعطيكم واحد الخبيزات اللي رائعين غتعتمدوهم إن شاء الله. نبداو على بركة الله بالمقادير. غادي نحتاجو هنايا، غادي نحتاجو واحد 800 غرام ديال الطحين، عندنا واحد 100 غرام ديال السكر سنيده، عندنا جوج بيضات، غادي نحتاجو بياض بيضه وبيضه كامله بالنسبه للخليط، وغادي نحتفظوا بالصفار باش ندهنو، معلقه ديال الخميره ديال الخبز، عندنا معلقه متوسطه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الزبده قياس 30 غرام، عندي واحد 100 مليلتر ديال الزيت، تقريبا نص كاس ديال العنبه، وعندي ربعه ديال الحليب. وهنايا مصيبه واحد الخليط اللي فيه 80 غرام ديال الدقيق، 80 غرام ديال الحليب ولا الماء اللي بغيتو، لكم الاختيار، مع معلقه قياس واحد 10 غرام ديال الخميره ديال الخبز. كنخلطوا دوك المكونات وكنخليوها حتى كيتضاعف حجمها، يعني تقريبا ساعه ساعتين، قد ما خليتوها قد ما تنفعكم في هاد غتفيدكم في هاد الوصفه هادي. وهذه هي لابوليش اللي كنصيبوا بها، والسر ديال المخابز باش كيحضروا البريوش وكيحضروا كذلك الخبز ولا الباغيط ولا، يعني هاد لابوليش هادي ممكن تحضروا بها انواع كثيره ديال الخبز، وصالحه كذلك الكرواسون ولا الفينواغري. المهم كتعطي واحد نتيجه زوينه ورائعه بزاف. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي نديرو فيه، قلنا الحليب، نديرو فيه الخميره، نديرو فيه كذلك الملحه، نديرو فيه بيضه بيضه وبياض بيضه، ونحتفظوا بالصفار والسكر، ونطحنوا كل شيء مزيان. نخويو الخليط في واحد القصريه ولا في عجانه اللي بغيتو، تيبقى لكم الاختيار، ونضيفوا الكميه ديال الطحين اللي عندنا. حنا خلطنا كل شيء ما عدا الزبده بوحدها هي اللي ما خلطناهاش، احنا غادي نضيفوها في التالي هي باش غادي ندلكو العجينه ديالنا. البنات اللي غادي يسولوني الدقيق اللي مستعمله انا، فكنخدم بفارينه، والبنات اللي قالوا لي زينب اش من فارينه تخدمي بها، ففارينه اللي تنخدم بها البنات فانا تنكيلها، يعني كتكون فارينه ديال الطاحونه بلديه، وديما كتكون اللي مغربله وكتكون اللي ما مغربلاش. انا كناخذ اللي مغربله، وكناخذ معاها النخاله الرقيقه النخاله الغليظه. يعني بالنسبه للخبز اليومي ديالي فانايا ضروري ما كنضيف النخاله، لكن بحال هكا بحال هاد الحويجات اللي تيكونوا بحال الفينوازغي ولا بحال هذا القرص بحال هكا، ولا حتى في ليكيك ممكن تخدموا بها، فهي صحيه وكتعطيكم نتيجه زوينه. ولكن هي ما الحلويات لا، الحلويات شويه ما مهم، الحلويات ما غاديش ننفعكم الحلوى. صافي هنايا غادي ناخذ العجينه ديالي، غادي ندلكها بهذيك الزبده اللي درت ليها بحراره المطبخ. وكما كتشوفوا العجينه كتكون مرخوفه، ما تكونش مرخوفه لدرجه انها كتلصق، لكن وما تكونش قاصحه عاوتاني. شوفوا معايا الكثافه ديال العجينه ولا النتيجه اللي خاصنا نحصلوا عليها سواء بالعجانه او بيدينا. المقادير كلها اكيد غادي تلقاوها مكتوبه اسفل الفيديو. صافي هنايا من بعد ما عجنت العجينه ديالي ضروري ما خاصني نخليها تخمر قياس ساعات المكانه. انا هنا غادي نقسم العجينه على جوج حصص، حصه غادي نخدموا بها المالح، وحصه غادي نخدموا بها الحلو. بالنسبه للمالح غادي نصايبوا ليه واحد الحشوه، والحلو غادي الخبزات حلوين غادي ناخذ شويه ديال الشكلاط من النوع الجيد، ما يكونش داك الشكلاط اللي فيه واحد النسبه ديال الكاكاو قليله. مثلا تاخذوا واحد الشكلاط فيه 50% ديال الكاكاو، كتقطعوه. علاش؟ لان الشكلاط اللي كيكون من النوع الجيد ما تيذوبش لكم في العجينه، يعني ملي تنعجنوه بحال هكا ما كي تيبقى قابط، يعني تيبقى شاده في راسو مقارنه بالشكلاط العادي ولا بديل الشكلاط. انا هنا درت شكلاط، ممكن ديروا الزبيب، ممكن ديروا فواكه معسله، ممكن ديروا فواكه مجففه بحال المشماش شريحه تقطعوهم قطع صغيره، ممكن ديروا قرقاع. وسبق وحضرت معكم واحد النوع ديال الخبيزات بهذا الشكل هذا، يعني كتضيفوا ليه المكسرات وكتضيفوا ليه الفواكه معسله او لا الفواكه مجففه. صافي انا اليوم غادي نخدم غير بالشكلاط، وغادي نخليهم
دابا غادي ندخل الشكلاط وغادي نخلي داك العجينه حتى كتخمر وتضاعف الحجم ديالها. غادي نغطيوها بواحد البلاستيك عدائي ونعاودوها بواحد الزيف ونخليوها يتضاعف تقريبا واحد ساعه المكانه، وغادي نرجعو نشكلو العجينه ديالنا. بالنسبه لديك الحشوه المالحه البنات، انايا شحرت واحد البصيله مع شويه ديال الدجاج، درت ليه شويه ديال الثومه، الربيع، لا موطاغ، الملحه، البصل، سكينجبير، صافي. وتنزيد شويه ديال الجبن ولا شويه ديال لاكريم كويسون اللي بغيتو. هذه هي لا فارس اللي غادي نعمر بها ديك الحشوه اللي غنعمر بها العجينه المالحه. بغيتو ديرو كفته، ديرو طون، ديروا اي حاجه نتوما تتبغيوها، تيبقى لكم الاختيار. انا فقط عطيتكم اليوم فكره وانتم يعني كل واحد يدير داكشي اللي بغا. العجينه غادي ناخذها من بعد ما خمرات. انا البنات غادي نعبر كريسات صغيورين فيهم قياس 100 غرام، غادي نعبر خبيزات فيهم 100 غرام. غادي نشكل نعبر العجينه كلها، يعني ماشي العجينه هي ما هذوك الحلوين غادي نعبر فيهم 100 غرام. من بعد غادي نلولبهم، غادي نلولبهم ونحنسلهم في اللاطه ديال الفران. هاد الخبيزات هذا هو 100 غرام، مهم اللي ما بين 90 حتى 100 غرام هذا هو قياسهم. واللي بغى يدير حتى عينو ميزانو ما عندوش ميزان، السيده تعبر عينيها ميزانها، دير خبيز صغيورين تلولبهم، ولا داعي انكم ديروا الدقيق في هاد الخبيزات هادو الحلوين بلا ما ديروا لا دقيق لا والو. يعني كت وحتى في المالحين ما ديروا لا دقيق لا والو. من الاحسن ما ديروش الدقيق باش هكا، لان داك الدقيق ملي كيبقى يتخدم مع العجينه تيجينا بحال كيدخل لنا في العجينه وكيجينا الخبيزات مدقسين. اللهم لولبوهم بحال هكا بلا ما ديروا لا زيت ولا دقيق. صافي غادي نشكل هاد الحلوين هما الاولين نزلهم في اللاطه ديال الفران. ثم غادي نشكل المالحين حتى هما انا ما درتش فيهم 100 غرام، درت فيهم اقل، درت فيهم 80 غرام. درت فيهم 80 غرام باش يعطيوني واحد ميني باكيت صغيورين. نتوما بغيتو كيف ما قلت لكم القياس نتوما اللي كتحكموا فيه، اللي بغيتو كيبقى لكم الاختيار. الحشوه نعاود نقول لكم البنات اللي بغيتو ديروا دجاج، ديروا كفته، ديروا اللي بغيتو. انايا هنايا كيف قلت لكم خديت بصيله شحرتها مع شويه دجاج وشويه ديال العطريه، ومني بردات الحشوه زدت حكيت على واحد جوج دروس، ولا ماشي جوج دروس، جوج حبات ديال كورنيشو، جوج حبات ديال كورنيشو ولا الخيار المخلل. الحشوه بارده. غادي نمشي دابا نبدا نعمر. عندي شويه ديال الفرماج محكوك مخلط ما بين فرماج حمر والموتزاريلا. صافي غادي نبدا نشكل في الميني باغيت ديالي. غادي ناخذ المدلك، غادي نطلق العجينه. صافي غادي نبدا نعمر كيف ما كتلاحظون. ندير شويه ديال الحشو، ندير شي تاع الفرماج وكنسد دوك الاطراف وكنزلهم في اللاطه. اللي بغى يدير اللاطه ديال الباغيت يديرها، اللي بغى يدير لاطه عاديه يديرها ماشي مشكل، تتبقى نفس النتيجه. من بعد ما غادي شكلنا المالح وغادي شكلنا الحلوه نشكلو حتى المالح حتى هو. غادي ناخذو ونخليهم يخمروا حتى كيضاعف الحجم ديالهم بجوج. من بعد غادي ناخذو داك الصفار بيض اللي بقى لينا نزيدو ليه شويه ديال الحليب ولا شويه ديال الماء مع شويه ديال الملحه، نطربوهم مزيان. صافي وغادي نبداو ندهنو دوك الخبيزات ديالنا. الفران سواء ديال الغاز اولا ديال الضو كنسخنوه واحد 15 دقيقه من قبل، ضروري هاد المرحله هادي. يعني واحد 15 دقيقه. يعني هاد المخبوزات هادي تنطيبوها في واحد الفران اللي كيكون سخون من قبل. غادي ناخذ واحد المقص وغادي نفلح بين بحال غنديكورو بيه دوك الخبيزات. اللي بغى يخليهم غير هكاك طبيعيين يخليهم، يديرهم لا بلا مقص لا بوالو. انا خديت المقص وغادي تشوفوا الطريقه باش غادي نزين هذوك الخبيزات. صافي وغادي ندخلوهم الفران قلنا سخون من قبل على 200 درجه. انا كنطيبهم في الاول على 200، من بعد كنقص واحد شويه باش كيكملوا التحمار ديالهم ل 180. الحويجات اللي كيكونوا مخدومين بالحليب وبالبيض ما تيبغوش يعني واحد درجه الحراره عاليه، ماشي بحال الخبز. يعني ما بين كاع 170 حتى 180 هذاك هو القياس باش يطيبوا على خاطرهم ويتحمروا. صافي هنايا من بعد ما غادي قلنا غادي ناخذ واحد المقص وغادي نزينهم، وغادي كتبقى مساله اختياريه. اللي بغى يخليهم غير هكا كيخليهم. انتما غادي تشوفوا كنبقى نقرصهم بحال هكا وندور الموس.
صافي غادي نستمر بنفس الكيفية حتى غادي ندير نفس الشيء بالنسبة للخبزات اللي بقاو. غادي ندخلهم الفران سخون، غادي نخدم المروحة وغادي نشعل الفوق والتحت، غادي نخدم المروحة ونشعل التحت والفوق، وغادي ندخلهم في الرف ماشي الاول، غادي ندخلهم في الرف الثاني، كنحطهم في الرف الثاني حتى كيبداو يتحمروا. وديما انايا راه شوفوا البنات راه باش يجيكم واحد التحمار مفيني، يعني كيجيو كلهم محمرين. فديما في نص الطياب السيدة تجبد اللاطة وتدورها كما كندورها انا دابا، دورها يعني الجهه اللي كتكون داخله في الفران كنجبدوها وكنديروها هي جهة الباب، باش هكا يعني واخا كتكون المروحة فضروري ما خصكم ديروا هاد العملية هادي، يعني باش كيجيكم الخبز كله ولا البريوش ديالكم ولا اي حاجة طيبتوها تجيكم مفينية في الطياب، كتكون محمرة يعني كلها كتكون محمرة لون واحد. نفس الشيء غادي نديرو بالنسبة للمالح، غادي ندهنهم حتى هما بالبيض. هنا البنات انايا نسيت وفلحتهم فلحتهم بالسكين عاد ودهنتهم نورمالمون، هما خاصكم حتى دهنوهم عاد تفلحوهم صافي. وديك الفلحه اللي درنا ديك الفلحه اللي درنا ليهم بالسكين تنعمروها بشويه ديال الفرماج، بشويه تاع الجبن مثلا فرماج حمار ولا موزاريلا، من الاحسن الا كان موزاريلا. وحتى هما غادي ندير لهم شويه ديال البافو ولا الزنجلان ولا وتخليهم غير هكا نتوما واللي بغيتو، وغادي يطيبوا حتى هما نفس الطياب كما طيبنا الاولين، غادي يطيبوا حتى هما عجينه وحده كما طيبنا الاولين غادي يطيبوا حتى الثانيين. وديما نصيحه بالنسبه للبريوش ولا القرص ولا الخبز، مني تخرجوه من الفران وهو سخون ديروا عليها البنات واحد المنديل يكون ثقيل ولا شي فايطه تكون ديال الخبز، هذه ديما واحد لاستيس كيرجع عليهم داك العرق وتيزيدوا يرطابوا. هذه حتى الخبز الا قصح ليكم في الفران ديما جبدوا الخبز ديالكم وديروا عليه واحد الزيف وعاودوه عاودوه بميكا وراه تعاود تيرطاب، يعني ما غاديش تبقاو في هذاك المشكل ديال القصوحيه. اما الا جبدتيه وخليتيه هكاك منشور في الكوزينه ما مغطي ما والو غير غادي يزيد يقصح. صافي هادو هما الوصفات ديال اليوم، كانوا هادو الخبيزات الحلوين وكانوا هادوك الخبيزات المالحين، تيجيو رائعين ان شاء الله تجربوهم البنات وتردوا عليا الخبار بحال ديما، تيجيو فنين. لا دوك الحلوين تيعجبوا الوليدات ولا حتى دوك المالحين ينفعوكم البنات في هكا في الكوتي المدرسه، كتعرفوا دابا هادشي ديال اللانش بوكس اللي طلينا به. المهم تجربوا هاد الوصفات هادو ويعجبوكم، وإلا عندكم شي سؤال شي وصفه بغيتو نحضروها ما تردوش انكم تخليوها في تعليق، اكيد ان شاء الله نحاولوا ما امكننا ندرجوا جميع الوصفات اللي كيطلبوها البنات. خليتكم راحه الى حلقه مقبله بحول الله، دمتم في رعايه الله وحفظه.